أهلًا بيكم في الحكاية بالبلدي. إيه موضوع رحمة محسن؟ رحمة محسن ديّة مطربة شعبية اللي هي غنِّت أغنية اسند ضهرك، وغنِّت أغنية تانية اسمها مفتاح قلبك معايا. أنا بصراحة عن نفسي ما كنتش أعرفها، أنا عرفتها لمّا الناس قالوا لي عليها وفي trend عنها اليومين دول خصوصًا امبارح. الtrend ده بيحكي إن رحمة محسن بتعمل عملية في المستشفى ومش عارف إيه وكلام من النوع ده. طبعًا مديرية أعمالها مصوّراها صورة ونزلت على الميديا، وناس تانية بتقول إن الفنان محمود الليثي هو اللي كان مصوّرها وهي في غرفة العمليات، وهو اللي منزّل الصورة. ما علينا مين اللي منزّل الصورة، إنما هي مطربة اليومين دول عاملة ضجّة، وليها متابعين كتير على قناتها على التيك توك، لإن أنا ما كنتش أعرفها بصراحة. أنا دخلت على قناتها على التيك توك عن نفسي يعني، عشان أشوف رحمة محسن. بالذات لمّا سمعت عن أغنية اسند ضهرك، أو أغنية التانية اللي هي اسمها مفتاح قلبك معايا باين. المهم هي عاملة trend. بحثنا ورا رحمة محسن. هي طبعًا كانت في بدايتها بتعمل شاي وقهوة في عربية في الشارع، تقريبًا على البحر. في بداية سنة 2024 رحمة محسن ابتدت تنزّل ألبومات ليها وابتدت الناس تعرفها. جات في مسلسل فهد البطل كانت عاملة أغنية أو أغنيتين في المسلسل، فعشان كده ابتدت الناس تعرف مين رحمة محسن. إنما لقيت الtrend عليها جامد أوي لإن هي بتعمل عملية. بعض الناس قالوا ده عملية تكميم معدة عشان تخسِّس يعني نَفْسها، وناس تانية تقول لأ ده عملية جراحية في معدتها. أيًا كان نوع العملية، هي مطربة صوتها على فكرة صوتها قوي جدًا. مميزة بصوتها. وكانت عاملة trend باقول لحضراتكم من سنة 2024 ل2025. طبعًا في المسلسل بتاع فهد البطل مش هيجيبوها كده اللي هي تغني تتر المسلسل أو هيجيبوها تغني أي أغنية في المسلسل إلا إذا كانت فعلًا اللي هي عاملة ضجة. رحمة محسن نقول لها يا رب يشفيها يا رب، وربنا يهديها، لإن شُفنا لها برضه كذا مقطع كده في كذا فرح. منهم فرح سابته ومشيت في وسط الحفلة أو في وسط الفرح. أنتِ سِت مغنية، المفروض الطبيعي بتاعِك لمّا بتعملي فرح أو أنتِ رايحة في فرح بتغني فيه يعني، فإن أنتِ المفروض تبقى طويلة البال شوية يعني. إنما هو كان مش عارف حد من المعزومين في الفرح مش عارف بيقول لها إيه يا رحمة والّا بتاع، هي زعلت فسابت الفرح ومشيت. ده مشهد غريب منها. إنما هي كصوت صوتها قوي جدًا وجميل جدًا. و وأنا باتوقع لها أنا عن نفسي باتوقع لها مستقبل كبير. وربنا يهديها وربنا يشفيها يا رب. و وده كان trend ولقيت الناس كتيرة أوي على الميديا عاملة trend عنه. عايزين الناس تدعي لها بالشفاء. و ودي كانت trend رحمة محسن. أهم شيء الاشتراك في القناة وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جاية. ولو في أي حاجة يا ريت